السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. لو أول مرة حبايب رفية في الشرقية يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وينسوش تفعيل زر الجرس، ده فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا، وتعملوا لايك للفيديو ده لو الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي. يا ريت نستنى شوية في الإعلان، ما نعملش تخطى على طول، نصبر دقيقة علشان الإعلان قيمة الإعلان هو اللي بيستفاد بيه يا جماعة. ولو إعلان مش كويس اعملوا تخطي واخرجوا من الإعلان، ما تستنوش علشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. يعني ملهاش لازمة ان احنا نكسب بحاجة مش كويسة. النهاردة ده روتين يوم الجمعة. طبعا انا كنت قاعدة ف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لقيت جارتي بعتالي شوية كزبرة وشبت جايباهم من الأرض. فأنا كنت شارية أصلا من سوق الخميس، وبعدين لما سبته، ما تعرفوش ليه يا جماعة الحاجة اللي احنا بنشتريها بتبوظ بسرعة. فلقيته دبل، فقلت لا خلاص، بدل هو اللي هيدبل انا هرميه، بس خسارة ان انا اللي جايلي من الارض ده انا هعمله على طول النهارده. فقلت قبل ما انزل لطيوري اقوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اقطع الكرنبتين اللي انا جايباهم واقوم جايبه الشبت مخرطاه علشان اخد البواقي لطيور. بدأت بقى ان انا ارص الشبت اللي جاي كده يا جماعة، وان انا اخرطه. هتخرطيه هتعملي بيه ايه يا رفيع؟ هحطه في كيس تغذية واحطه في الفريزر لوقت الاستعمال، باخد منه. لو انت عندك اكياس من اللي هي الصغيرة بتحطي على قد استعمالك، بس انا ما عنديش اكياس صغيرة يا جماعة، فانا بوريكم اللي انا اشتريته اهو باظ اهو. فانا ما عنديش اكياس صغيره، فبحطه في كيس واربطه بربطه كده معينه علشان لما اجي اخد منه اخد. طبعا ما تطلعيش الشبت كله يفك وتاخدي منه وبعدين ترجعيه في الفريزر. انت بتاخدي منه وانت واقفه على الفريزر، بيبقى معاكي طبق او اي حاجه بتاخدي فيها، تفكي الكيس تاخدي منه شويه اللي هتستعمليهم وتسيبي التاني فين؟ تسيبيه في اللهم صل على محمد، تسيبيه في الفريزر تاني، ما تطلعوهوش يعني. لان لو طلعتيه بره الفريزر قيمه نص ساعه انت مش هتعرفي تدخليه تاني، لان لون الشبت بغير يا جماعه. طبعا ابني رايح جاي حواليا بالعربيه، هعمل ايه يعني؟ احنا كنا الصبح بدري وقافله علشان البرد وكده، فهو كل شويه يروح ويجي بالعربيه. يلا ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، اللهم امين. اللي نفسه في ولد ربنا يعطيه، واللي نفسه في بنت ربنا يعطيه، وربنا ما يحرم اي حد لا مسلم ولا مسيحي بالخلفة، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يكبر بخاطركم وخاطر الناس اجمعين واحنا بالجملة. كده بقى بدأت ان انا ارص الشبت واخد الصينية اللي قدامي ديت، ده فيها الحاجة اللي ماهيش نافعة، لان زي ما قلت لحضراتكم انا مش هرميها. انا يا حبايب قلبي هاخدها فين؟ هخرطها واخد الباقي للطيور. كنت مقشرة شوية بسلة حتى لسه هي ما نضفتش الصالة، بس قلت اخلص ده الاول وكده. انا كنت بكلم احمد ابني بيقول لي هتعملي ايه يا ماما في اللي انت اشتريتيه ده؟ قلت هنرميه يا احمد لان ماهوش نافع. لو وصلت معايا في الفيديو اللي عندي دلوقتي فضلا طبعا وليس امرا، ما تنسيش اشتراك وما تنسيش تفعيل زر الجرس علشان عيلتي تكبر بيكم. طبعا بشكر كل متابعيني الجمال جدا من داخل مصر ومن خارج مصر، بشكركم جدا على دعمكم ليا، وربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب، وما تحرمش منكم ابدا يا رب العالمين. احنا في فصل الشتاء دايما الخضار بيبقى ليه طعم ونكهة كده يا جماعة حلوة يعني عن الصيف. فنصيحة مني انت فرزي في وقت الشتاء. احنا كفلاحين عندنا جيراننا بيزرعوا الخضرة زي ما حضراتكم شايفين، بيزرعوا الكرنب، بيزرعوا القرنبيط، بيزرعوا البسلة، بيزرعوا كل حاجة كل حاجة، واحنا عامة برضو بنزرعها، بس في اراضي يعني بتبقى مزروعة زرعة معينة. فلو زرعنا على الريش لان اللي محتاج بيبقى ينزل ياخد، فهتتبهدل. ففي ناس احنا من ضمنهم الى حد ما بنزرعش حاجة على الريش عشان ما الزرعة ما تتبهدلش، انما لو زرعة عادية بنزرع عادي والكل بياخد. البسلة طبعا هنزل معاكم في فيديو البسلة ده، هينزل بيه لوحده يا جماعة علشان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا جاري ايجا، فانا نزلت اجيب منه، كنت لسه ما جبتهاش السنة دي، فلقيته قال دي اول جامعة فخدي منها.
طيب طب اول جامعة ريفية بتبقى غالية، معلش هي هتبقى غالية بس ولادك بيحبوها، هتبقى مسكرة وهتبقى جميل، فجيبيها اول جامعة. انت ما تعرفيش تاني جامعة دي هيبقى نظامها ايه. كله من الارض يا ريفية، ايوه كله من الارض يا حبيبتي، بس هي بتبقى اول جامعة بتبقى واخدة ايه، النقاوة كده زي واجهة القفص مثلا بتشتري طماطم، بتبقى ايه الخلاصة في اللي فوق، وبعد كده ممكن تتلاقي حباية وحباية. جبت الكرومبتين دول، طبعا هو عنده كرومب بس لسه ما عملوش يعني. انا جبت الكرومبتين دول، انا والله سلقته معاكم بس للاسف المقطع اتحذف، لان طريقته سهله جدا وما بهدرش ورق كتير وانا بسلقه بالطريقه دي. باجي كده بقوم قطع الورق الاخضر يا حبايب قلبي، بقوم جايه قطع الراس زي ما حضراتكم شايفين ومقوراها وسايباها. هتجيبي بقى حله كبيره، هقول لكم الطريقه اهوت. لعند ما اجيب الكرنب اللي هفرزه، بس هشوف والدي الاول زارع، لو كان زارع مش هشتري، لو ما كانش زارع فانا هضطر ان انا اشتري لي 7-8 كرنبات كده وافرزهم علشان رمضان وكده. يا جماعة كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، يعني نعيشنا وان ما عشناش نسيب بيوتنا مستورة، علشان يبقى يعني لو قابلنا وجه كريم نسيب عيالنا مستورين شوية، والاعمار بيد الله، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. كده بقى هو اتقورتها، شلت الراس وبجيب حله كبيره بقوم حاطه فيها ميه ونص ليمونه علشان الحله ما تجنزرش، ترمي فيها نص ليمونه بحالها، ولو في قشر برتقان بتحط فيها قشره برتقان وشويه ملح وبتسلقه. عامه انا هسلق معاكم الكرنب مره تانية بالتفصيل علشان حضراتكم تعرفوا، لان للاسف المقطع اتحذف بسبب لعب ولادي على الموبايل وكده. كده الورق الاخضر ده انا باخد اللي هو الاصفر ده يا جماعة، انا ما بحطوش قوي باخده للطيور، انما الاخضر بقوم حاطه في الكيس اللي انا بفرز فيه دور علشان افرشه في الارضية بتاعة الحلة، علشان بفرشه في ارضية الحلة وبعدين بحط ايه بحشي وراه على طول، او بحشي اول دور بما انه كده كده بيتحرق اول دور، بقوم حاطاه. في ناس بتحط طماطم وبصل وبطاطس وكده، لو البطاطس رخيصة حطي، لو البصل رخيص عادي حطي، انما بدال في ورق اخضر معاكي متوفر وفر الطماطم والبطاطس، لان هي كده كده ما بتتاكلش بتبقى مهدورة. فعلشان يا حبيبتي ايه الدنيا غالية، ويعني ايه حباية بطاطس كده هتعمليها هتمشي معاكي طاقة، مش طاقة قوي يعني بس هتساعد برضو نوايا تسند الزير. كده اهوت عملتها اهوت، ودي جهزتهم كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بدأت ان انا اقور فيها. طب ما بتهدريش ورق؟ لا والله العظيم يا حبايبي ما بهدر ورق، وبتبقى جميلة جدا لما بنزلها في المية دوبك بتسحبي ورقة بورقة، بتبقى بصراحة يعني حاجة كده حلوة قوي. انا جربت السنة اللي فاتت وفضل عندي في الفريزر من السنة للسنة ويمكن اكتر من السنة، وكنت بطلعه اكنه صابح، بقطعه طبعا وبجهزه. بيبقى يا حبايبي يعني ايه بقطع، مش انا بحط الورقه بورقتها في الفريزر، لا بقطعه بحيث ان انا لما اطلعه يفك، على ما اعمل تسبيكه المحشي واعمل الخلطه يكون هو فك احشي على طول ما باخدش حاجه. ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر هنفرز مع بعض الطماطم وهنفرز مع بعض كل حاجة علشان نبقى مرتاحين. ان شاء الله نعيشنا برضو وان كان لنا عمر نبقى مرتاحين في شهر الصيام، ما نبقاش يعني ما نبقاش يا حبايبي يعني نقف كتير في المطبخ، بما ان رمضان معروف بالمطبخ وكده والعزايم، والحمد لله ربنا يديم علينا الستر، اللهم امين يا رب العالمين. كده بقى لما خرجت الشبت وخلصته جبت المصفى وقمت غسلته اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، جبت المصفى وقمت غسلته يا حبايبي وسبته يتصفى، وكل شوية بقلب فيه بالمعلقة. اتصفى وبقى جميل، حطيته في كيس التغذية وربطته وقمت حطاه في الفريزر على طول زي ما حضراتكم شايفين كده. كده بالنسبة للشبت طبعا خلصته، والكرنب برضه سلقته. قلت بقى لما انزل لطيوري وانزل لطيوري كده واخلص واقوم كنت ابني كان بتطعم، وقمت كان تعبان بصراحة، فقمت عديت على ماما لان ما كانش عندي فراخ. انا متجوزة في قرية جنب بلدنا يعني، فقمت عديت على والدتي وكده لان ما كانش عندي فراخ وولادي محتاجين فراخ، فعديت عليها جبت
جبت من عندها فرختين. انا كنت رايحة على امل ان هي هتديني الفرختين متنضفين، بس قالت والله يا بنتي ما عندي، فخدوا الفراخ ايه خدي فرختين اهمت ونضفيهم انتي. قعدت يومين طبعا ما نضفتش الفراخ دي والله العظيم يا جماعة. كده طبعا انا جيت اهوت علشان اذبح الفرختين، هم فراخ من اللي هم البياض اللي بيجوا في العربية دول. قلت لابني بقى اطلع، فقام اول فرخة مسكها بسرعة ما جريتش، بس الفرخة التانية جرت بصراحة، يعني ايه لطمته. شايفين فضل يجري وراها كتير قوي. وقلت بقى اذبحهم وانضفهم بالمرة، وحتى حماتي ادتني فرخ برضو لابني، فدبحنا بقى ونضفنا، وهي كانت دبحة برضو ومنضفة، فقلنا بالمرة يعني. ما تنسوش اشتراك حبايب قلبي، وما تنسوش تفعيل زر الجرس، وتعملوا لايك للفيديو. كده بقى لقيت ابن الفرخة دي لطمته، فقلت بقى انا هفصل الكاميرا واقوم ماسكاها معاه، لان انا حاسة ان هو تعب، يعني تعب فعلا. شايفين يا جماعة لطمته فضل يجري وراه. بالنسبة لطيور رمضان، مش هتربي يا ريفية طيور رمضان، احنا مش هنسلك يا جماعة من غير ترباية، ومش هنقدر نشتري كل حاجة. فانتي ان كنتي بسبب الغلا ان كنتي بتربي 10، فانتي تجيبي 5 وربيهم وكده. فيعني ايه مشي نفسك. طبعا هنزل لكم بالفيديوهات ان شاء الله الجديدة. وربنا يكرمنا ويكرمكم، اللهم امين يا رب العالمين. بس انا بصراحة انا جايبة حاليا ما عندي دورة فراخ بيضة، يعني مش دورة اللي هي كبيرة، لا انا جايبة على قد بيتي، باخد احتياج بيتي، ولو عليا للدكتور علف 8 علف بسلك منهم شوية، ويعني 5 6 فراخ، واقوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد موديها للدكتور وجايبة صغير ومشيها نفسي. ما احنا لازم نمشي نفسنا، ولازم البيوت تدور يا جماعة. وطول ما انتي دايما امي تقولي طول ما انتي معاكي عينين وراس اعملي عمايل الناس. يعني ايه يا ماما تقول معاكي عينين وراس؟ فكري واعملي عمايل الناس، وتشوفي بيتك ماشي ازاي ماشيه. وبعدين الدنيا غالية جدا، يعني احنا لازم ندبر علشان نعرف نمشي. قعدنا بقى نضفنا الفراخ وكده، وقمت جاية عاملاهم. طبعا الفراخ البلد عامة يا جماعة لازم تشيط على البوتاجاز، علشان بيبقى فيها ريش ابيض صغير كده عامل زي الشعر صغير كده، لازم تشيطيها على الفراخ، يعني اساسي للفراخ ان انت تشيطيها. انا بحب اشيطها وبقوم نقعاها بملح وليمون وحبايه طماطم زي ما حضراتكم شايفين. بخلي الفرخه ما شاء الله ولا قوه الا بالله زي الشمعه. ودايما ما بحبش، ولو عندك جنزبيل بقى بتحطيه. انا ما بحبش ان هو الفراخ بتاعتي يبقى ريحة الزفارة باينة فيها، يعني لازم ريحة الليمون تكون غالبة، ريحة مش باين في الفراخ او في تنظيف الزفر عامة او السمك غير ريحة الليمون. كده دبحت ونضفت، وقمت بقى وسلقت الكرنب زي ما حضراتكم شايفين اهو، حطيته يتصفى، وقطعته بقى وحطيته فين؟ حطيته في الفريزر. قلت بقى انا مش هعمله النهاردة، بس انا كنت جايبة 2 كيلو كوسة، كان الكيلو ب10 جنيه. فزي ما حضراتكم شايفين البسلة جنب اهي، بس هنزل بفيديو البسلة لوحده، لان حسيت ان احنا كده كترت عليكم يعني في وقت الفيديو، واسفة جدا على اطالة الفيديو. جيت بقى الكوسة، في ناس ما بتقشرهاش. بص انا ما برتاحش يا جماعة، فبخربشها زي ما حضراتكم شايفين كده، لان بحس ان هي لو ما قشرتهاش احس ان فيها رمل. وبعدين احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا هنا فلاحين، يعني يعني ايه من ايد لايد، وبنجيبها من السوق وكده، فانا ما برتاحش في غسلها، فلازم اخربشها زي ما حضراتكم شايفين كده. وقلت بقى اخلصها برضو علشان اعمل لولادي، انت اولادي اتغدوا في اليوم ده كده اذان العصر، يعني على ما خلصت الحوار اللي انا عملته ده كله، والجري اللي انا جريته ده كله، وتنظيف شقة وغسيل هدوم، عندي غسيل هدوم رسمي يوميا. وابني بقى ينكف فيا شوية ويعمل شوية. فوالله يا جماعة كان اذان العصر، كنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مغديه ولادي، وكان في مصلحه كده بنعملها، وكانت شغلانه جدا. كل شويه نطلع وننزل ونقعد وكلام، وكان يعني
كان يوم صعب جدا جدا جدا، بس الحمد لله عدى على خير. ادعولنا ربنا يوفقنا في اللي جاي يا رب العالمين، ويقدر لنا الخير منين ما كان، ويرزقنا راحة البال احنا وأمة الإسلام أجمع. كده بقى انا قلت لما اقور معاكم واحدة اوريكم انا بقورها ازاي، علشان حضراتكم تبقوا عارفين، علشان ما اطولش عليكم بالفيديو اكتر من كده. بجيب الكوسة بخربشها زي ما حضراتكم شايفين، واجيب مقوار الكوسة. انا ما اجيبش من المقوار اللي هو ايده بلاستيك ده يا جماعة، هو المقوار الحديد ده بيبقى كويس جدا، وبفحرها فحر كويس من جوه، بتبقى ما شاء الله ولا قوة الا بالله جميلة جدا. المقوار ده عملي جدا، انما التاني بيبقى كبير كده اللي ايده بلاستيك، المقبض بتاعه بلاستيك، وبيكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بيبوظ بسرعة، يعني بيفسد بسرعة. كده بقى انا ما نهضتش زي ما قلت لحضراتكم، كان في موضوع شاغلنا جامد وبنطلع وبننزل، فانا ما قدرتش ان انا احط الكوسه في الفرن، وولادي قالوا جيبي لنا يا ماما. عملت شويه البسله وما كانش عندي جزر كمان، بس سلكت و الرز برضه اخد مني كده حرقه، يعني الحمد لله.